أنا اسمي منال مصطفى محمود، خريجة كلية تجارة خارجية جامعة حلوان شعبة محاسبة. اسم دهب جه لما كنت بتولد كان شغال فيلم فيروز، فأهل والدي قالوا خلاص نسمي دهب، تطلع شقية زيها، تطلع تتنطط تضحك ترقص كده يعني. حاولت جاهدة ان انا ادور على فرصة عمل مناسبة بتناسب المؤهل بتاعي، لكن ما كانش في نصيب ان انا اصل للمرحلة دي. وكانت المشكلة اللي هي كانت مقابلاني الرزق، لان انا ما كنتش اعرف يعني ايه رزق، ما درسناش الكلام ده لا في سيكشن ولا في محاضره، ما فيش دكتور دخل قال لي يعني ايه رزق، يعني ايه ان انا هشتغل ازاي. القصه بالنسبه لي ان انا عاوزه اعمل حاجه عشان في سد احتياجات ماديه، فبدات ان انا ادور على مصدر رزق بالنسبه لي مناسب، وما كانش في مخيلتي ان انا اكون صاحبه محل. بدأت بقى في قصة الاعتماد على الذات ان انا اصل لمرحلة المحل. بدأت القصة ان انا خدت الاول محل من ايجار من الباطن، بعد كده اتطورت المسألة ان انا بدأت ان انا اخد محل خاص بيا. بدأت الاول فكرة الساندوتشات بجميع انواعها بجميع اصنافها. في الوقت ده كانت الامكانيات بالنسبة لي كانت ضعيفة جدا جدا جدا، هي كانت بسيطة قوي. كان نفسي اعمل حاجات كتير وما كنتش متوقعة ابدا ان انا افتح المحل هنا. أنا كنت في مرحلة ابتدائي وإعدادي وثانوي، كنت السوبر ستار وسط زمايلي، كانوا بيعشقوا قوي الإذاعة بتاعتي، كنت بقلد فيها قال الفيلسوف، وكنت بقدم فيها فقرات خفيفة جدا، كانوا بيحبوها قوي. كان كل الطموح إني أطلع إعلامية مذيعة. الموقف اللي أنا قلت فيه حلو قوي يا بنتي يا دهب انت جدعة قوي، الموقف اللي أنا ممكن أحس فيه إن أنا ممكن يكون عينيا خلاص هتبكي والدموع هتنزل، بس بمسكها وببين للناس مدى قوتي وقد ايه ان انا مش ضعيفه، وممكن يكون جوايا بيموت لكن ببين للناس ان انا قويه جدا الحمد لله. انا ما اتجوزتش لحد دلوقتي لاني لما ما لقيتش الحد اللي لما يشوف البلاط اللي شرب من عرقي يحترمه، لما ادخل بيتي الساعه 4 الفجر يحترمه، لما الاقي حد بيحترم كياني وذاتي يحترمه. فلذلك انا فكره الجواز مؤجله بالنسبه لي في الفتره الحاليه. شايفه الدنيا كويسه، فيها الكويس وفيها الوحش، وفيها الخير وفيها الشر. الحكمه اللي انا بؤمن بيها من يتقي الله يجعل له مخرجا. الاحلام اللي انا حققتها، حققت جزء من الحلم ان الحمد لله اعتمدت على نفسي اعتماد كلي، ده فضل من ربنا. عملت عمليه ممكن اكون خلاص اصبحت انا راجل البيت، فده نجحت فيه الحمد لله. امنياتي قبل 5 سنين، اول حاجه رضا ربنا الكامل عني. الأمنية التانية أمي ست الحبايب، نفسي أعملها كل اللي بتتمناه، تحجي بيت الله وترتاح راحة نفسية وجسدية تامة. تالت حاجة نفسي وعشقي الوحيد أكون مذيعة بس لتناول موضوعات شبابية مفيدة. رقم 4 نفسي أجيب اللي اتحرمت اني اجيبه ايا كان بقى. 5 حاجه بقى نفسي اتجوز، نفسي ابقى لابسه فستان الفرح، ونفسي في عيالي يبقى دمهم زي العسل، ذريه صالحه. في امنيات تانيه بس خليني نركز في دول قوي، عشان بعد ما اعمل دول كويس قوي هبدا اعمل الباقي ان شاء الله باذن الله. توقيع، انا هوقع باسمين خريجه الجامعه اللي هي منال مصطفى محمود، والبنت اللي وقفت في الشارع وتعبت وشقيت وعملت لنفسها حدود وبتحاول تتعلم اكتر، دهب فؤاد مهران.